برضه من المسلسلات اللي لفتت نظري جدا مسلسل سيوف العرب. ولفت نظري اول حاجه في بدايه الاعلان يوسف ابن تشرين اللي هو منذر ريحانه. الحقيقه يعني الممثل دوت، شوف احنا قاعدين نديله ادوار هنا في مصر، ادوار شر وهو بيأدي. بس الراجل ده حطه كده بقى في التاريخ، ايه ده؟ ايه الملامح ديت وايه الاداء ده في الاعلان بس. انا انبهرت من منذر ريحانه في الاعلان. طبعا يعني هو حتته اللغه العربيه وحتته الخيل، وملامح تحس ان هو فعلا ملامح عربيه حقيقيه يعني، وتحس ان هو فارس. انبهرت بصراحه بمنذر ريحانه، واتمنى ان هو يعني هو كان ليه تجربه في مصر قبل كده، بطوله هنا عملها اللي هم ما عملوا له الفيلم اللي هو بتاع سكارفيس. عملوا هو في مسلسل اسمه العقرب، والمسلسل ما نجحش، فابتدى يرجع تاني الادوار التانية. وطبعا يعني اللي حصل طبعا في الدراما العربيه السنين اللي فاتت خلاه يعمل ادوار اقل جدا من موهبته، لان هو منذر ريحانه موهوب جدا، مع انه عنده برضه مشكله في اللهجه. بس هو اديله لغه عربيه، اديله تمثيل، لا ممثل لو اتحط في حته بتاعته هيبقى هينور قوي زي ما شفته في مسلسل سيوف العرب. واعتقد ان مسلسل سيوف العرب هو المسلسل التاريخي الوحيد اللي متذاع حاليا. وانبسطت في مسلسل سيوف العرب ان هو قصص مختلفه، ان هو بيتناول الفرسان او فكره السيف العربي من ايام الجاهليه لحد العصر الاموي. وتقريبا منذر ريحانه الوحيد اللي عرفت اسمه طالع بيوسف بن تشرين، مش عارف. هو مسلسل عليه الافيش عليه سلوم حداد. سلوم حداد طبعا بعد ما خس كمان، لا عامل شغل حلو في جمال سليمان، شايف نضال نجم، شايف عدد كبير من محمد مفتاح، شايف عدد كبير من نجوم الدراما العربيه، وبيقول لك في 80 نجم عربي. وهنا تقريبا بيدور مسلسل سيوف العرب في حلقات متصله منفصله، عن كل حلقه او حلقتين هيبقى فارس من فرسان العرب اللي هم خلدهم التاريخ، وخلدتهم التراث الشعبي والافكار يعني، والافكار العربيه عموما. طبعا يوسف بن تشرين هو كان يوسف بن تشرين كان في ناحيه موريتانيا كده، وهو عمل دوله المرابطون من اشهر اعماله يعني. وساعه يعني في ايام انهيار، قبل انهيار الاندلس، هو احيا الاندلس تاني تقريبا 100 سنه او 150 سنه، وبعد كده انهارت تاني. فانا من المسلسلات اللي هلقي نظرة عليها ولفتت نظري فعلا يعني مسلسل شوف العرب. عشان منذر ريحانة عجبني جدا في الاعلان، عشان سلوم حداد، لان سلوم حداد ممثل عربي كبير جدا ومهم جدا. ممكن احنا في مصر هنا مش واخد الشعبية او النجاح اللي واخده على مستوى الخليج العربي او مستوى العالم العربي. بس هو ممثل تقيل تقيل تقيل، ممثل من جيل يحيى الفخراني وجيل عادل امام. آه، انبسطت الدايت اللي هو عامله، اللي هو جه غير جسمه وغير ملامح جسمه. ساعدته جدا ان هو يرجع تاني للادوار اللغه العربيه وادوار الفرسان. كان طبعا اشهر اعماله ابو زيد الهلالي، عمل الزير سالم. لا ممثل عربي عظيم يعني، من الممثلين العرب يعني اللي هم ما يذكر فن التمثيل في العالم العربي طبعا سلوم حداد يعني. فمنتظر مسلسل سيوف العرب، واعتقد ان هو هيكون يعني هم ما عندناش اختيارات تانية. فاعتقد ان هو هيبقى المسلسل اللغة العربية تقريبا الوحيد السنة دي في رمضان 25. دي حاجة غريبة يعني. المفروض انت في رمضان عندك فرصة ان انت تقدم اعمال تاريخية، لان طول السنة ما حدش بيقبل على الاعمال التاريخية. عندك فرصة ان انت تقدم اعمال لغة عربية، اعمال اسلامية، اعمال شوية ذات قيمة. بس يعني تقريبا يعني احنا ما بقيناش نعمل اعمال ذات قيمه يعني بره رمضان ولا في رمضان. ما بقاش بنعملها اساسا يعني. ما بقتش من مش مش من اعمالنا يعني، مش من اهميه اعمالنا اللي احنا نعمل اعمال لغه عربيه او اعمال تاريخيه او كده يعني. تقريبا ما فيش مسلسل مصري تاريخي معمول السنه دي يعني، تاريخي تاريخي يعني زي الحاجات اللي احنا كنا بنعملها زمان يعني. حتى مثلا النجوم اللي هم بيعرفوا يعملوا عربي وبيعملوا تاريخي، اغلبهم لا اما قاعدين في البيت، لا اما طالعين ادوار تانية. زي الفنان مثلا احمد عبد العزيز تقريبا طالع في طالع ورحمة العوضي، مش عارف طالع مع مين تاني. مع ان هو ممثل دوت كان ليه شعبيه كبيره في التسعينات. ويعتبر كان نجم التلفزيون الاهم في التسعينات يعني. كانت اعماله عامله صدى كبير جدا في مصر وفي العالم العربي. وخاصه الاعمال اللي كان بيعملها
باللغة العربية. بس استناكم بقى ان شاء الله الفيديو جاي. شكرا، سلام.